السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة فيديو جديد ان شاء الله. الوصفة النهاردة وصفة جميلة جدا هتعجبكم، وكل الاولاد بيحبوها وبتشتروها غالي من بره. تعالوا نعمل الترمس الحلو في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وزي الترمس اللي بره اللي على العربيات. ما شاء الله. اول حاجة ان شاء الله هنبيت الترمس بتاعنا، فنغسله كويس وننقعه في مية طول الليل لتاني يوم، ونغسله بعدها كويس جدا. لازم ان البقوليات دي تتغسل كويس. هكون انا حاطه ميه تدفى على النار، هنزل بيها كده على الترمس. شوفوا ما شاء الله الميه بتاعته رايقه وكويسه. لازم ان تقعدي تغسلي فيه كويس عشان يديكي نتيجه افضل وما يعملش ريم على وش الترمس كده ويخلي المية شكلها مش حلو. واربي الغطا بتاع الترمس كده. شوفوا ما شاء الله، حتى الريم اللي طالع نضيف. انا طبعا بشيل وشه كده وارميه علشان ما يكترش الريم في مية الترمس بتاعتنا كده. شوفوا رايقه. لو مش غسلاه كويس مش هتطلعيه كده، هتطلعيه فيه عفر وتراب، مش هتلاقيه كويس. وقلبيه كويس كده وسيبيه يغلي. طبعا احنا نقعينه فمش هياخد سوا كتير معانا، هياخد فترة قليلة كده، حوالي ربع ساعة على النار عشان احنا نقعينه فهيستوي على طول. شوفوا ما شاء الله المية صافية وجميلة وكده. استوى معايا الترمس بتاعنا. هو بيبقى طعمه جميل جدا وتاكليه في ساعتها على طول. الترمس الحلو. من الترمس المر، الترمس البلدي ده بيتعمل في البيت، بيقعد بالاسبوع على ما بيستوي. فانت استسهلي دلوقتي مننا في فترة الشتاء بقى، والاولاد بيبقوا يسهروا سهرة الخميس، فاعملي لهم الترمس. ما شاء الله ده الترمس معايا اتسلق. هسيبه حوالي نص ساعة. انا طبعا بطفي عليه قبل ما يستوي، يعني بخليه يستوي مش قوي واسيبه في المية السخنة وكده. معايا بقى الترمس بتاعنا هحطه في المية. تعالى اما اوريكي طريقة كويسة جدا. هحط معلقة ملح على الكمية دي، هسيبها كده من غير اي حاجة ولا لون ولا الكلام ده. تعالي بقى نحضر اللي احنا هناكله. هحط كمية الترمس اللي انت حباها تحطيها بالطريقة دي. هحطهم في علبتين، لو عندك علب من دي بتبقى جميلة. معايا معلقتين ملح صغيرين كده على كل طبق، ومعلقة بابريكا، ومعانا طبعا معلقة شطة دي اختياري لو انت حابة تحطي شطة، ومعلقة نص معلقة كمون لكل واحدة. ما شاء الله عليه كان جميل جدا، وهتاكليه بسرعة الصاروخ في ثواني. ساعة ما هتحضريه على طول هتحطي المكونات بتاعته دي ومية. طبعا انا كنت غلياها وسايباها تبرد كده. حطيت الكمية اللي انا عايزاها وقلبت المكونات دي كلها في بعضها كده. وجبت معايا ليمونة كبيرة، شلت البذر منها كده وعصرتها على كل طبق. ما شاء الله. يعني عندي ما شاء الله ده نص كيلو. ما شاء الله عمل كمية ما شاء الله. سبت طبعا شوية كده اللي حابب ياكل من غير شطة ومن غير بابريكا. وعملت بقى ملحت طبقين كده ما شاء الله عليه. وكمية الملح زي ما تحبي انتي بتحطيها. وبعد ما تحطي كمية الملح والبابريكا والكمون، شوفي بقى الجمال والحلاوة بتاعته. هتسيبيه حوالي نص ساعة يتشرب من المكونات دي عشان لما تيجي تاكليه طعمه كويس وتقدميه. ما شاء الله عليه جميل جدا. شوفوا الجمال. مفيش تسلم ايدك يا لولو. وكان احلى ترمس اتعمل ما شاء الله عليه، وكان طعمه جميل جدا. شوفوا ما شاء الله. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد من اكلك احلى مع ولاء. واشوف وشكوا على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين. ما تنسيش تحط اللايك